صباح الخير عليكم، واش راكم لاباس؟ الحمد لله انا راني بخير، وانتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا لا فيديو بخير وصحه وعافيه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يا رب العالمين. لهنا كما شفتوا توجور وصفاتي السهله والبسيطه واللي يقدر عليها اي واحد ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه تاع الكعك شابه بزاف، وصفه عجينه واش نقولكم معتمده عندي، ويعني العجينه هذه تقدر ديرها اي وحده من اول تجربه وتكون ناجحه باذن الله السميع العليم 1000% ان شاء الله. هنا كما شفتوا عندي هنا راح نحضروا الخماره. هي الاولى حطيت الماء سخون في الغرفيه ودرت فيه مغرف وشويه، مغرف يعني مغرف ونص خماره، وخليتها في الماء. هنا عندي حليب حوالي كاس، برك انا فرغته في الفنجال هذا باش نكيل بالكاس الاخر الزيت. هنا عندي كاس تاع كازوز حليب، عندي حبه حلاوه وزريعه البسباس كنت صفيتهم يعني مكاش عود مكاش حاجه كاع مليح، وحطيتهم. عندي مغرف صغيره حبه حلاوه، مغرف صغيره زريعه البسباس، عندي فاني ندير مغرف صغيره تاع قهوه فاني، وعندي تشينا، وعندي قارص. وهنا عندي نص كاس تاع زيت، نص كاس زيت. ولا هنا راح نضيف السكر. بالنسبه للسكر اللي يحب الكعك حلو يدير فيه 5 مغارف بالكيل هذا، انا راح ندير 2 مغارف فقط لاني ما نحبش حاجه حلوه بزاف. هنا درت 3 مغارف عفوا، واللي يحب حاجه حلوه يضيف السكر. ولا هنا راح نضيف رشه تاع ملح. هذه الوصفة بزاف سهلة، ويعني النتيجة تاعها مضمونة، قلت لكم 100% تخرج لكم نتيجة مليحة. هنا التشينة والقارص راح ندي لو زيست فقط، يعني نبشر ندي المبشور يعني فقط. لهنا كما راكم تشوفوا زدت ديت نبشر الحبة تاع البرتقال باش ندي منها لو زيست. ولا هنا نخلط بلافوي كامل المكونات مليح. فوالا هكا كامل المكونات تخلطيهم مليح حتى يتجانسوا كامل المكونات مع بعض. الحليب طبعا نسيت ما قلت لكمش، الحليب لازم يكون تاني دافي، يعني الماء تاع الخماره دافي والحليب يكون دافي. هنا عندي حبه بيض راح ناخذ منها غير البياض فقط، والصفار نخليه نحتاجه فيما بعد ان شاء الله. هكذا نحيت الصفار كما شفتوا. ولا هنا نزيد نخلط البيضه تاعي كامل مع هذوك المكونات اللي كانوا في الغيسيبيون تاعي. نشكركم بزاف 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 المشتركين الجدد اللي دخلوا القناه، نقولهم يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. الا هنا بعد ما خمرت الخميره تاعي نضيفها في الغيسيبيون تاعي هكذا كما راكم تشوفوا، ونخلطوا كامل المكونات مع بعض. هكذا حاولي انك تخلطي كل شيء مع بعض، ومن بعد نحو لافوي وراح نستعمل يدي دروك نبدا نضيف في الفارينه. الفارينه راح نضيف بالتدريج. العجينه هذه مش راح تكون قاصحه يعني ويابسه، راح نديرها تتلصق، راح نخليها تتلصق باش الكعك تاعنا يجينا خفيف ويجينا شباب، ما يجيناش من الداخل يابس ومزير. هنا حطيت كميه من الفارينه وراح نضيف عليها نص كاس خميره كيميائيه، نص كيس، يعني نص كيس خميره كيميائيه عفوا. ونخلطوا المكونات
كامل مليح. نبدا نضيف في الفرينه بالتدريج. هنا قلت لكم العجينه مانيش راح نخليها، ماش راح نديرها قاصحه، راح نديرها تتلصق كيما راكم تشوفوا راني نعجن فيها. هنا بعد ما عجنتها ولميتها غطيتها بالسيلوفان وحطيتها في بلاصه دافيه وخليتها. هنا شوفوا العجينه تاعنا يعني ضاعف الحجم تاعها بعد ما خمرت. كنت خليتها ساعة وربع، يعني تخليها من ساعة والفوق باش تخمر لك مليح. والعجين كل ما يخمر مليح كل ما يعطيك نتيجة روعة 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 ما شاء الله. ولا هنا بديت نقطع فيها ونوزن. انا نحب الحوايج هذو كي نقطعهم نخدم بالميزان باش تجيني الحبات متساويه، ما تجينيش حبه كبيره وحبه صغيره. هنا درت فيهم 124 غرام، كل كرة درت فيها 124 غرام هكذا. وهنا بعد ما قطعتهم غطيتهم بالسيلوفان وبديت نقرص بالوحده. هنا شوفوا كيفاش نخدم، الطريقه اللي نخدم بها الكعك باش يجيني من الداخل خفيف ومقطن، ويعني كي شغل ما يجينيش يابس ومزير. شوفوا هنايا كيفاش راح نخدمه. هنا نبدا نحل في العجينه تاعي ومن بعد نلويها نخدمها شغل رولي هكا، ومن بعد نبلعها مليح نسكرها مليح باش ما تحليش هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نبدا نحربش فيها بيدي من الوسط ونروح للاطراف، من الوسط ونروح للاطراف باش تجيني الحبه مليحه وما تجينيش جهه كبيره او جهه صغيره هكذا. وهنا نبدا نقطع بالمقص كما شفتوا، ونقطعها منا باش نربطها. نربط الحبه تاعي هنايا سيزربطيها مليح باش ما تتحلكش كي تخمر. هذا هو الشكل تاع الحبه. هنا راح نزيد ندير معاكم الحبه الزوجه، تبعوا معايا مليح الطريقه كما شفتوا نفس الطريقه كما الاول. ومن بعد نبدا نحربش فيها، قلت لكم من الوسط ونروح للاطراف، من الوسط دائما ونروح للاطراف، ونزيد نمقصها تاني كما شفتوا هكذا ونلصق الحبه تاعي. ولا هنا بعد ما كملت العجين تاعي خليته يخمر، كذلك تخليه حوالي نص ساعه يزيد يخمر في الصنيوه. من بعد هنا بعد ما خمر جبت صفار البيض اللي كنت نحيته قبيله فصلته عن البياض. هنايا راح ندير له الصفار تاع البيض للحبات تاوعي كامل هكذا. هنا بالنسبه للتزيين انايا عندي جلجلان، وهنا اللي ما يكونش عندها تقدر دير السكر كما كانوا يديروا بكري السكر عادي. انايا درت الجلجلان هنايا كما شفتوا هنا. ولا هنا كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجه وبديت نطيب. هنا بعد ما طيبته شوفوا الشكل النهائي تاعو، شوفوا كيفاش يجي خفيف بزاف ويجي هشيش ويجي عنده ذوق رائع. وكما قلت لكم بالنسبه للسكر اللي يحب حلو بزاف يدير من 5 مغارف تاع سكر باش يجيك حلو بزاف. وهنا هذا هو الشكل النهائي تاع الكعك تاعنا. يعني كي تكون عندك ضيفه كبيره ويعني الكاطو ما يكفيش كيما على بالكم، الكعك يعني يكفي. هنايا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.